السلام عليكم حبايبي تلاميذ الصف الرابع، اهلا بكم. هنحل مع بعض اختبر نفسك حتى الدرس السابع من الوحدة الاولى من كتاب الاضواء. نبدأ كده مع بعض. بسم الله. اولا اختر الاجابة الصحيحة واعطيني عدد مكتوب بالصيغة الممتدة. دي كده اسمها الصيغة الممتدة. عايزين نجمع العدد ده. نقرا كده 400,537. لما باجي بكتب العدد اللي مكتوب بالصيغة الممتدة دي، بكتب 400,000 دي بكتبها في خانة ايه؟ الألوف. أدا 400 وبعمل فاصلة، وال500 في خانة المئات، وال30 في خانة العشرات بكتبها 3، والسبعة. فيبقى العدد بتاعي 400,537 اللي هو الإجابة رقم ألف. طيب 3,500 فيهم كم عشرة؟ هسيق العشرة ليها صفر واحد بس، فأنا هشيل الصفر بتاع العشرة، هتبقى 350. الإجابة رقم ب. يمكن وضع الرقم نقط مكان المربع لتكون الجملة الصحيحة الرياضية صحيحة. ده اعطيني عدد 6,850,752، أقل من 6,851,752. ناخد بالنا من حاجة، إن دي 6 ودي 6 في خانة الملايين نفس الرقم، في خانة الوحدات أو في خانات الوحدات نفس الرقم أو نفس العدد 257 257. خانة الألوف 8 في مئات الألوف 8 في مئات الألوف، 5 في عشرات الألوف 5 في عشرات الألوف، يتبقى أحاد الألوف. هنا في واحد، عايزين نكتب إن هو عدد يكون أقل من الواحد. أكيد هو مين؟ الصفر، مفيش غير الصفر هو الأقل من الواحد، يبقى الإجابة رقم ألف. الرقم الموجود في خانة أحاد الملايين في العدد ده عدد مكون من كم رقم؟ من أدا 3 و3 6، من 8 أرقام. أول 3 أرقام وحدات، بعدهم ألوف، بعدين ملايين، أحاد وعشرات الملايين. أحاد الملايين اللي فيها كام؟ فيها 4، اللي هو أول رقم في خانة أحاد الملايين اللي هو ال4. هنا عايزين نقارن بين العددين دول. 140,345 أكبر ولا أصغر من 140,354؟ خد بالك، دي 140,000 ودي 140,000. دي 3 في خانة المئات ودي 3 في خانة المئات. هنا 4 في خانة العشرات وهنا 5 في خانة العشرات. الأربعة أقل من الخمسة، يبقى العدد كله أقل من العدد التاني. جميل. ثانيا الصيغة القياسية للعدد 5,223,230,589. بس هاخد كل عدد أو كل رقم أحطه في الخانة بتاعته. ده 5 مليار، يبقى 5 ونعمل فاصلة. كام في خانة الملايين؟ 623 مليون، يبقى 623 مليون وأعمل فاصلة. 230,000 230,000 وأعمل فاصلة، واكتب الايه؟ الوحدات اللي هي 589. يبقى دول وحدات، دول ألوف، دول ملايين، دول مليارات. جميل. الصيغة اللفظية للعدد 53,000. 3 لفظية يعني اكتبها بالايه؟ بالحروف. 50,000 بس كده. قيمة الرقم 6 اهو، 6 اهي في العدد ده اهو. بكتب 6 وبكتب كل الارقام اللي قدام ال6 اصفار. كم رقم هما؟ 1 2 3 4 5 6 7. يبقى انا هكتب 7 اصفار، 1 2 3 4 5 6 7، وبين كل 3 اصفار بعمل علامة، او 3 ارقام بعمل علامة. يبقى قيمة الرقم دي كام؟ 60 مليون. جميل. 52,300 فيهم كم 100؟ ال100 لها صفرين، عارفين ال100 اهي ليها صفرين. انا هشيل الصفرين بتوع ال100 من العدد، هيتبقى 523 مائة. 10 امثال للعدد 430. بكتب 430 وال10 دي لها صفر بزوده، يبقى 4300. ثالثا رتب الصيغ العددية التالية تصاعديا. تصاعديا يعني من الصغير للكبير. 900,000 9 ملايين 5 ملايين 550,223. عايزين نرتبها تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. أصغر هذه الصيغ هي 550,000، فدي اللي أنا هكتبها الأول أهي. 550,223
طيب خدتها خلاص، اعمل عليها خط كده. وبعدين كام؟ 900,000 اهي، 1000. وبعدين دي 9 ملايين ودي 5 ملايين. ال5 ملايين أصغر من 9 ملايين، يبقى بكتبها 5 ملايين. وبعدين ال9 ملايين. حلو أوي. السؤال التاني، رتب الأعداد التالية تنازليا، يعني من الكبير للصغير. تعالوا نقرا الأعداد. أول حاجة نعد أرقام العدد الأول. دول 5 أرقام، 5 أرقام، 5 أرقام. جميل أوي. هشوف أول الأرقام اللي في الخانة اللي من على الشمال. دي 33، 22، 33، 22. أنا عندي عددين فيهم 22 وعددين فيهم 33. احنا بنرتب تنازلي، يعني من الكبير للصغير. الأعداد الكبيرة هي اللي فيها 33، الرقم العدد ده والعدد ده. جميل أوي. تعالوا نقراه. 33,776، 33,756. الرقم المتغير هو ال7 في خانة العشرات، وهنا 5 في خانة العشرات. ال7 أكبر من ال5، يبقى الرقم ده هو الكبير، يبقى ده اللي هكتبه الأول رقم 1 أهو. 33,776، وهكتب بعديه العدد التاني 33,756. طيب كده خلاص احنا خدنا دول. هيتبقى عندي 22,098 و22,675. طيب دي 98 ودي 600، يبقى دي الكبيرة، فدي اللي هتتكتب الأول 22,675، وبعدين 22,098. حلو أوي. تمام. تعالوا نشوف السؤال رقم 3. أعد كتابة الصيغ الآتية. أعد كتابة الصيغ العددية الآتية بالصيغة القياسية ثم رتبها ترتيبا تصاعديا. طيب الصيغة العددية عتهاني باللفظ 450 مليون و640 ألف. 450 مليون، 450 أهي. مليون يعني في خانة الملايين، بعمل فاصلة. و640، 640 يبقى في خانة الألوف. 640 ألف يعني قدامها 3 أصفار، مظبوط كده. دي الصيغة القياسية. طيب الصيغة التانية مكتوبة بالصيغة الممتدة. 400 ألف، 40 ألف، 6000، 5. طب أنا هكتب أكبر الأعداد اللي هي إيه؟ 400 ألف. خلاص. وزائد 40 يبقى 440 ألف أهي. وكمان عندي 6، يبقى هكتبها في خانة أحاد الألوف. يبقى أنا عندي في خانة مئات الألوف 4، في خانة عشرات الألوف 4، في خانة أحاد الألوف 6، يبقى 446 ألف وكام؟ و5. يعني أنا عندي المئات فيها 0 والعشرات فيها 0 والأحاد فيها 5. طيب دي كده الصيغة التحليلية. دي 3 في مليون يعني ب3 مليون. خلاص أهي. واعمل فصل. 6 في 1000 يعني ب6000. طيب خانة مئات الألوف ما عنديش فيها حاجة، بحط فيها 0. خانة عشرات الألوف بحط فيها 0 لأن ما عنديش حاجة. 6 في 1000 يعني 6 في أحد الألوف، يبقى أحط 6 واعمل الفاصلة. طيب 5 في 10 يعني دي عشرات أهي. يعني عندي المئات فيها 0، العشرات أحط فيها 5، والأحد فيها 0. طيب عايزين نرتبهم ترتيب تصاعدي، يعني من الصغير للكبير. أصغر هذه الأعداد هو مين؟ هو 446 ألف، لأن دي 450 مليون ودي 3 مليون، فأصغر هذه الأعداد ده هي، يبقى دي اللي هتتكتب الأول. دي رقم 1 هكتبها الأول، وبعد منها 3 مليون، وأكبر هذه الأعداد هو 450 مليون، يبقى رقم 3. هنكتبهم بالترتيب طبعا، رقم 1 الأول وبعدين 2 وبعدين 3. تمام كده. اختبر نفسك حتى الدرس السابع من الوحدة الأولى في كتاب الأضواء. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم، هنكمل مع بعض ونحل باقي تدريبات واختبارات الكتاب. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.